السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، جينا للدرس المنتظر خلفاء محمد علي، الدرس اللي بالنسبة لكم تقيل جدا. ان شاء الله بإذن الله هنعمل قصص في كل واحد فيهم علشان نقدر نحفظهم، وربنا يا رب يقدرني ان انا اسهل لكم الدرس واخليكم تبقوا حافظينه وفاهمينه ان شاء الله بإذن الله. يلا بقى يا نجم كده، ركز معايا واقعد كده، وعايزك بقى فايق كده وقاعد معايا في الدرس ده بالذات خلفاء محمد علي، بتردد معايا وبتحفظ معايا علشان انت بتبقى شايف ان الدرس ده تقيل شوية، بس احنا ان شاء الله بإذن الله هنسهل لك الدنيا كلها. يلا نبدأ مع بعض ونقول بسم الله. تعالى بقى نبدأ نيجي نتكلم على خلفاء محمد علي. طيب خلفاء محمد علي، أسألك سؤال بس، هو محمد علي كان قوي جدا؟ محمد علي كان عنده وعي جدا؟ طيب هل خلفائه كانوا زيه؟ خالص مش زيه تماما. يعني خلفاء محمد علي لم يكونوا على شاكلته، ما كانوش زيه، ما كانوش شكله من حيث القوة ولا الوعي، ولا أقوياء ولا عندهم وعي. طب يجي سؤال يقول لي عندنا مستر بما تفسر ليه خلفاء محمد علي لم يكونوا على شاكلته من حيث القوة والوعي؟ ليه يا مستر ما كانش عندهم وعي؟ ليه ما كانوش أقوياء؟ عشان حاجتين. رقم واحد، لم يثبتوا كفاءتهم، ما اثبتوش كفاءتهم في حكم البلد، ما عرفوش يحكموا البلد. اتنين، كانوا بيميلوا لمين؟ لانجلترا ومين؟ الدولة العثمانية وفرنسا، على حساب مين؟ على حساب مصر. بالله عليك ده ينفع؟ يبقى انا عندي بحكم دولة وبميل على 3 دول تانيين على حساب مصر، عشان كده لم يكونوا على شاكلته. سؤال مهم جدا، خلفاء محمد علي لم يكونوا على شاكلة محمد علي بالظبط. طب ليه؟ عشان حاجتين، ما اثبتوش كفاءتهم في حكم البلد، كانوا بيميلوا لانجلترا وفرنسا والدولة العثمانية على حساب مصر. احنا هنتكلم عن مين؟ هنتكلم على 3 خلفاء، هنتكلم على عباس، هنتكلم على سعيد، هنتكلم على اسماعيل. طب تعالى نبدأ بأول واحد وهو عباس، وكل واحد فيهم هنتكلم عن مميزاته وهنتكلم عن عيوبه. عايز اقول لك بقى على حاجة علشان الموضوع ما يبقاش صعب عليك، حاول تحفظ الكلمة اللي انا بقولها. يعني ايه؟ انا دلوقتي بقول لك ان عباس، اول ما اسمع كلمة عباس هقول عباس ايه؟ مجنون. طب ليه مجنون؟ اغلق خفض، اغلق خفض. هو المفروض اغلق خفض عطل، بس احنا نقول اغلق خفض، اغلق خفض. يبقى اول ما اقول لك عباس تقول لي ايه؟ مجنون. طب ليه؟ اغلق خفض. اغلق معظم المصانع، اغلق معظم المدارس، خفض عدد الجيش، وعطل الترسانة البحرية اللي محمد علي عملها. يبقى هنا عندنا اول ما اجي اقول لك هنا عندنا عباس، فانت هتفتكر كلمة واحدة، مجنون. ليه مجنون؟ اغلق خفض، اغلق خفض. اغلق معظم المدارس، اغلق معظم المصانع، خفض عدد الجيش، وعطل الترسانة البحرية. ده بالنسبة عندي ليه عباس. يبقى لو جه سؤال في الامتحان وقال لك ليه توقفت عصر النهضة في عصر عباس، اقول له لانه اغلق خفض، اغلق معظم المدارس، اغلق معظم المصانع، خفض عدد الجيش، عطل الترسانة البحرية. طيب ده بالنسبة عندي ليه عيوبه. طب مميزاته، مميزات عباس حاجة واحدة، في الطرق. يبقى مميزات عباس في الطرق، عمل ايه؟ صلح الطريق البري، الطريق اللي هو مش مية، انا بتكلم على الارض، صلح الطريق البري بين ايه؟ بين القاهرة والسويس، وعمل خط سكة حديد، عمل قطر بين القاهرة والاسكندرية. خلصوا؟ ترد عليا تقول لي لا. امال مين اللي خلصوا؟ سعيد. يبقى انا عندي ايه مميزات عباس؟ عباس مميزاته في الطرق، عمل ايه؟ صلح الطريق البري بين القاهرة والسويس، عمل خط سكة حديد بين القاهرة والاسكندرية. خلصوا؟ لا. مين خلصوا؟ سعيد. يبقى ده بالنسبة عندي ليه عباس. كده خلص عباس، ده اقل واحد فيهم. يبقى عباس ليه مميزات وليه عيوب. تعالى بقى نسمعها كده مع بعض. يبقى لما اجي اقول لك، وعايز اقول لك معلومة قبل ما نسمع، بالنسبة للمحافظات في الدرس كله مش هنلاقي غير ال3 محافظات دول، قاهرة، اسكندرية، سويس. يلا تعالى بقى نبدأ في عباس. عباس مجنون. ليه مجنون؟ اغلق خفض، اغلق معظم المصانع، اغلق معظم المدارس، خفض عدد الجيش. طب بالنسبة عندي ليه عباس
عطل الترسانة البحرية. طب عباس اصلاحاته فين؟ في الطرق. عمل ايه؟ صلح الطريق البري بين القاهرة والسويس، عمل خط سكة حديد بين القاهرة والاسكندرية. خلصوا؟ لا. مين خلصوا؟ سعيد. ده كده عندي بالنسبة لعباس. تعال بقى للنجم سعيد. طبعا سعيد كان ليه مميزات وليه عيوب، فانا عشان ما انساش ايه مميزاته وايه عيوبه هنحفظ حاجه. بالنسبه عندي لسعيد، سعيد عمل ايه؟ زرع فنقل فودى الجيش. زرع فنقل فودى الجيش. زرع فنقل فودى الجيش. زرع يبقى اهتم بالزراعه، نقل يبقى اهتم بالنقل والمواصلات، فودى الجيش يعني اهتم بالجيش والبحرية. تمام كده؟ يبقى زرع فنقل فودى الجيش. طب زرع عمل ايه؟ قال لي عندنا اول ما اقول لك ايه مميزات سعيد في الزراعة: طهر ترعة محمودية، اصدر لائحة سعيدية. طهر ترعة محمودية، أصدر لائحة سعيدية، فأصبح للفلاح. اللائحة السعيدية دي بتقول إيه؟ دي اللائحة دي فيها قانون بيقول من حق الفلاح توريث الأرض. كده الفلاح عيشته اتحسنت. يبقى لما أجي أقول لك سعيد عمل إيه في الزراعة؟ طهر ترعة محمودية، أصدر لائحة سعيدية، فأصبح للفلاح حق توريث الأرض. فأصبح للفلاح حق توريث الأرض. يبقى تعالى نقولها من تاني. سعيد إيه مميزاته؟ المستر قال لي زرع فنقل فودى الجيش. يبقى زرع يبقى اهتم بالزراعة، نقل يبقى اهتم بالنقل والمواصلات، ودى الجيش يبقى اهتم بالجيش والبحرية. وعايز أقول لك جملة كده خليها في دماغك: سعيد خلى الفلاح سعيد وخلى الشباب سعيد. خلى الفلاح سعيد وخلى الشباب سعيد. خلى الفلاح سعيد لما أصدر اللائحة السعيدية، فأصبح للفلاح حق توريث الأرض. هتعرف دلوقتي الشباب في الجيش. يبقى عمل إيه في الزراعة؟ تعال نشوف عمل إيه في الزراعة. طهر ترعة محمودية، أصدر لائحة سعيدية، فأصبح للفلاح حق توريث الأرض. لو جه قال لي ليه تحسن أحوال الفلاح في عهد سعيد؟ لأنه أصدر اللائحة السعيدية، فأصبح للفلاح حق توريث الأرض. ده بالنسبة عندي لمين؟ للزراعة. طب النقل والمواصلات قولها كده: سعيد غلاوي. ليه غلاوي؟ شاف عباس عمل خط سكة حديد بين القاهرة والاسكندرية، هو ما خلصوش، هو اللي خلص، فقال لك لا انا هعمل خط سكة حديد بقى من اوله لاخره، من القاهرة للسويس. يبقى اول ما اقول لك نقل ومواصلات قول لي سعيد غلاوي. اشمعنى؟ اتم الخط الحديدي بين القاهرة واسكندرية، وعمل خط سكة حديد بين القاهرة والسويس، ومد الخطوط التلغرافية فين بقى؟ في القاهرة، اسكندرية والسويس. في القاهرة واسكندرية وسويس. يبقى يلا نقولها من تاني. سعيد الدرس ده لازم تردد كتير ولازم تحفظ كتير، بيتنسوا. سعيد عمل ايه مميزاته؟ زرع فنقل فودى الجيش. زرع يبقى اهتم بالزراعه، نقل يبقى اهتم بالنقل والمواصلات، ودى الجيش يبقى اهتم بالجيش والبحريه. طب في الزراعه طهر ترعه محموديه، اصدر لائحه سعيديه، فاصبح له حق، اصبح للفلاح حق توريث الارض. طب بالنسبه ليه النقل والمواصلات، سعيد كان غلاوي، اتم الخط الحديدي بين القاهره والسويس اسكندريه، عمل خط سكه حديد بين القاهره والسويس، مد الخطوط التلغرافيه القاهره اسكندريه سويس. ده كده بالنسبه للنقل والمواصلات. طب بالنسبه لسعيد في الجيش والبحريه، بص بقى يا سيدي، زمان كان الجيش فتره طويله جدا. طب هو قال لهم ايه؟ قال لهم لا، الجيش بعد كده هيبقى سنه واحده واجباري. زمان كان الضباط بيخشوا الجيش ما كانوش بيترقوا، امال مين اللي كان بيترقى؟ كان بيترقى الاتراك. ده راح فتح لهم باب الترقي للضباط المصريين. اعتنى بالترسانة البحرية اللي ما اعتناش بها مين؟ عباس. يبقى عمل ايه في الجيش؟ اول ما اجي اقول لك سعيد عمل ايه في الجيش تقول لي كده: خلى الخدمة العسكرية سنة واحدة اجبارية، واهتم بالترسانة البحرية. وعمل ايه تاني؟ فتح باب الترقي للضباط المصريين. يبقى عمل كام حاجة؟ 3 حاجات: خلى الخدمة العسكرية اللي هو الجيش، خلى الخدمة العسكرية سنة واحدة اجبارية. طب عمل ايه تاني؟
اعتنى بالترسانة البحرية. طب عمل ايه تاني؟ فتح باب الترقي للضباط المصريين. ده بالنسبة عندي لسعيد، وده بالنسبة لمميزاته. وكده خلصت مميزات سعيد، ويا ريت تكون حفظت معايا. بس تعالى بالله عليك نجيبها من الأول. عباس مجنون عمل ايه؟ أغلق خفض، أغلق معظم المصانع، أغلق معظم المدارس، خفض عدد الجيش، وعطل الترسانة البحرية. طب تعالى بالنسبة عندي لمميزاته. الطرق، صلح الطريق البري بين القاهرة والسويس، عمل خط سكة حديد بين القاهرة والاسكندرية. خلصوا؟ لا. مين خلصوا؟ سعيد عمل ايه؟ زرع فنقل فودى الجيش. طب الزراعة، طهر ترعة محمودية، أصدر لائحة سعدية فأصبح للفلاح حق توريث الأرض. طب في النقل والمواصلات كان غلاوي، أتم الخط الحديدي بين القاهرة واسكندرية، عمل خط سكة حديد بين القاهرة والسويس، ومد الخطوط التلغرافية في القاهرة واسكندرية وسويس. طب بالنسبة للجيش عمل ايه؟ خلى الخدمة العسكرية سنة واحدة إجبارية، اعتنى بالترسانة البحرية، وفتح باب الترقي للضباط المصريين. طب مساوئ بقى سعيد، ايه مساوئه؟ استمتع بالخفيف عشان اسماعيل جاي فده تقيل لوحده، فاستمتع بالخفيف. سعيد ايه مساوئه؟ هي 2: تعليم وتدخل اجنبي. هي دي المساوئ بتاعته، تعليم وتدخل اجنبي. عمل ايه بقى في التعليم؟ ده بقى يا باشا يعني فرح ناس كتير قوي. لغى ديوان المدارس، يعني وزارة التربية والتعليم قفلها. بس غريب، عمل حاجة غريبة قوي، عمل حاجة وعكسها. مفارقات، شجع البعثات الأجنبية إن هي تعمل مدارس ليها هنا في القاهرة واسكندرية. وده كده بقى عمل حاجة وعكسها. انت قفلت ديوان المدارس، خلاص يبقى انت مش عاوز تعليم. تشجع بقى الاجانب على اقامه مدارس في القاهره والاسكندريه، فدي كده مفارقات. يبقى ايه هي المفارقات اللي حصلت في عهد سعيد؟ اقول له ان هو لغى ديوان المدارس وشجع الاجانب على اقامه مدارس في القاهره والاسكندريه. عمل حاجه وعمل حاجة عكسها. يبقى لو جه سؤال في الامتحان وقال لك بما تفسر استمرار الجمود الذي اصاب التعليم في عهد عباس استمر في عهد سعيد، اقول له لانه 1: لغى ديوان المدارس، شجع الاجانب على اقامه مدارس لها في القاهره والاسكندريه. ده كده بالنسبه عندي للتعليم. قولها لي تاني. في التعليم عمل ايه؟ لغى ديوان المدارس، شجع البعثات الاجنبيه على اقامه مدارس في القاهره والاسكندريه. طب ده بالنسبه عندي للتعليم. تعال بقى للتدخل الاجنبي. سعيد هيبدأ الأجانب يتدخلوا في شؤون مصر بسبب حاجتين. إيه هما؟ أول حاجة عندنا الأزمة المالية أو القروض. تاني حاجة عندي امتياز حفر قناة السويس. ركز عشان ده سؤال في الامتحان. بدأ التدخل الأجنبي في عهد سعيد بسبب حاجتين: بسبب القروض، القرض اللي بناخده من البنك. 2: امتياز قناة السويس. طب مستر معلش إيه اللي حصل يعني؟ إيه القروض دي؟ أقول لك أنا. سعيد باشا بدأ يستدين وبدأ يعمل قروض منين؟ من الأجانب، من البنوك البريطانية، ومش عارف يسدد. طب لما مش عارف يسدد هتبدأ الأجانب تتدخل في شؤونك، ما أنت مش عارف تسدد. طب هنا عندنا مستر هو عمل كام قرض؟ عمل قرض واحد وبدأ يستلف من ناس بتديله بالربا بالأضعاف. يعني مثلا ياخد منهم 1,000,000 يسددهم 3. طب تعال احكي لك قصة، ركز معايا عشان تفضل راكزة في دماغك. سعيد رايح للبنك البريطاني، قال لها يا بريطانيا ممكن بالله عليك تديني قرض؟ قالت له عايز ايه مثلا يعني؟ قال لها انا عايز 3,000,000 جنيه. قالت له يا باشا من عينيا، اتفضل خد القرض. خد القرض الباشا، سدد، مفيش تسديد، مش هيعرف يسدد. بدأ يعمل ايه سعيد؟ راح رايح للناس اللي هم اسمهم المرابين. المرابين دول ان هم الناس اللي بيتعاملوا بالربا، اللي هم يدوك 1,000,000 ياخدوهم 2 و3. دي كده اسمهم المرابين. راح للمرابين قال لهم بقول لكم يا جماعه ممكن استلف منكم 3,000,000. قالوا له يا باشا من عينينا بس هتسددهم 6. فاضطر يوافق. طب راح هنا بدأ يكتب ان سعيد خد منهم 6 او خدت منهم 6,000,000 جنيه. قالوا لا ما تكتبش على مين؟ على سعيد. احنا دلوقتي مش ضامنين، ما لو سعيد مات مين هيدفع؟ احنا عايزين تتكتب على الخزانة المصرية، على مصر. يبقى سعيد عمل كام حاجة؟ حاجتين. عمل أول
قرض من البنوك البريطانية. 2 استلف من المرابين مقابل ايه بقى؟ ايصالات، سندات عليه هو ولا على الخزنة؟ لا، على الخزنة المصرية. يبقى لو جالي سؤال وقال لي بما تفسر ليه القروض كانت سبب التدخل الاجنبي في عهد سعيد، اقول له لانه عقد اول قرض من البنوك البريطانية. 2 استدان من مين؟ من المرابين مقابل ايه؟ سندات على الخزانة المصرية. طب مستر انا مش عارف اقول سندات، ممكن تقول استدان من المرابين مقابل ايصالات على الخزانة المصرية. ده كده بالنسبة للتدخل الاجنبي. ايه بقى امتياز حفر قناة السويس؟ بص يا سيدي، ديليسيبس قاعد مع سعيد. ديليسيبس ده مهندس فرنسي، خدناه قبل كده، فرديناند ديليسيبس. كلم سعيد قال له بقول لك يا سعيد ما تيجي نعمل مشروع مع بعض. قال له يا راجل اتنيل، ده انا واخد قرض وعليا فلوس للمرابين 6 مليون، مش عارف اسدد حاجه. قال له يا باشا انا مش هخليك تدفع جنيه. قال له ازاي ده؟ قال له هنعمل قناه توصل بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وأنا هاخد القناة دي 99 سنة، وبعد ال 99 سنة تبقى بتاعتك. قال له خلاص موافق ما دام مش هدفع ولا مليم. طب إيه المطلوب مني يا ديليسيبس دلوقتي؟ قال له أنا عايز منك أول حاجة الامتياز الأول، العقد الأول. قال له طب والعقد ده هيقول لك ايه؟ قال لي هيخليني أأسس شركة لحفر قناة السويس واستثمارها 99 سنة. قال له يا باشا من عينيا، خد العقد الأول. راح سعيد مدي ديليسيبس الامتياز الأول. طب اداله الامتياز الأول ليه؟ خلي بالك أقسم بالله بتيجي بما تفسر ليه سعيد ادى لديليسيبس الامتياز الاول لتأسيس شركة لحفر قناة السويس، لتأسيس شركة لحفر قناة السويس واستثمارها 99 سنة. طب الامتياز الثاني، هنا عندي الامتياز الثاني هيبقى مجحف للمصريين. يعني ايه يا مستر مجحف؟ ظالم للمصريين. طب ليه ظالم؟ عشان البنود كلها جاية على مصر. يعني مثلا مصر تاخد 15% من الارباح وهم ياخدوا 85%. يعني مثلا 4 أخماس العمال مصريين، يعني كل 5 عمال 4 مصريين وواحد اجنبي. يعني بالبلدي كده 80% من اللي هيعمل قناة السويس مصريين. طب ما احنا كنا عملناها احنا. طب 3 مثلا يقول لك ان مصر هتتنازل عن الاراضي مجانا من غير اي فلوس. طب ما ده كل ده ظالم للمصريين. هي دي البنود الظالمه. يبقى بما تفسر بيجي كتير جدا في الامتحان. بما تفسر اللي بيعتبر عقد امتياز حفر قناه السويس مجحفا للمصريين. تعال اقول لك بقى البنود، انت حفظت منهم 3 اهو وانا قلت لك منهم 3. تعال البند الاول فيه كذا حاجه. 1 الحكومه المصريه هتدي الشركة اللي هي شركة قناة السويس الحق ان هي تعمل ايه؟ انشاء قناة السويس. 2 تحفر ترعة، بس الترعة دي تبقى واسعة وصالحة للملاحة النيلية تمشي فيها سفن. 3 هتنشئ فرعين، واحد للري والتاني للشرب، وهياخدوا المية بتاعتهم من ترعة الإسماعيلية. 4 فرض ما تشاء من رسوم على أي حد هيعدي في القناة أو في الترعة. يبقى ده كل ده في بند رقم 1. يبقى البند رقم 1 الحكومة، قولها بقى معايا عشان هي رخمة شوية. يبقى الحكومة المصرية هتدي الحق للشركة إن هي تحفر قناة، تحفر ترعة، تعمل فرعين، واحد للري وواحد للشرب، ياخدوا المية بتاعتهم من ترعة الإسماعيلية. طب رقم 4 تفرض ما تشاء من رسوم، دي التقيلة. طب البند الثاني 4 أخماس العمال مصريين، 4 أخماس عمال مصريين، 4 أخماس عمال مصريين. مصر تتنازل عن أو تتنازل الحكومة عن الأراضي مجانا. مصر تحصل على 15% من الأرباح مقابل إيه؟ مقابل الأرض اللي أنت اديتها له والامتياز اللي هو العقد. طب آخر حاجة يصدق السلطان على القرار لشروط تنفيذه. يعني لازم يصدق السلطان العثماني على الامتياز. يبقى هنا عندنا بالله عليك، طب لو جالي في الامتحان وقال لي بما تفسر ليه عقد امتياز قناة السويس كان مجحف للمصريين، مش لازم اقول ده كله، اقول له 4 أخماس عمال مصريين
مصر تتنازل عن الاراضي مجانا. اقول له مصر تحصل على 15% من الارباح. اقول له الاجابات السهله دي. لكن الباقيين خليهم لو جات لك اختيارات. يعني مثلا لما يجي يقول لك عندنا كان من شروط قناه السويس انشاء ترعه صالحه للملاحه النيليه، يجي يقول لك من شروط قناه السويس انشاء فرعين، واحد للري وواحد للشرب، ياخدوا الميه بتاعتهم منين؟ من ترعه الاسماعيليه. تعال بقى نقولهم تاني يلا. بما تفسر ليه عقد امتياز قناه السويس كان مجحف للمصريين؟ لا انا اقول لك على حاجه. ليه سعيد ادى دريسبس الامتياز الاول؟ لتاسيس شركه لحفر القناه. طب ليه الامتياز قناه السويس كان مجحف للمصريين؟ اقول له علشان الحكومه ادت للشركه الحق في حفر قناه السويس، حفر ترعه، انشاء فرعين، واحد للري واحد للشرب، ياخدوا الميه بتاعتهم من ترعه الاسماعيليه، فرض ما تشاء من رسوم. 2 4 اخماس عمال مصريين. 3 تتنازل الحكومه عن الاراضي مجانا. 4 قال لي عندنا مصر تحصل على 15% من الأرباح. 5 يصدق السلطان العثماني على القرار أو عقد امتياز قناة السويس. ده كده بالنسبة عندي لسعيد. فاتكلمت عن سعيد واتكلمت عن مميزاته واتكلمت عن عيوبه. وبالله عليك خلي بالك من عيوبه. عيوبه تعليم وتدخل أجنبي. تعليم وتدخل أجنبي. تعليم لغى ديوان المدارس وشجع الأجانب على إقامة مدارس. تدخل أجنبي عشان بسبب الامتياز وسبب القروض. لو جه قال لي بما تفسر للقروض كانت سبب التدخل الأجنبي، أقول له لأنه عقد أول قرض من البنوك البريطانية. 2 استدان من المرابين مقابل سندات أو إيصالات على الخزانة المصرية. طب الامتياز اداله كام امتياز؟ 2. الامتياز الاول لتأسيس شركة لحفر قناة السويس واستثمارها 99 سنة. للامتياز الثاني كان مجحف وللسهل. 4 اخماس عمال مصريين تتنازل عن مصر عن الاراضي مجانا. رقم 3 مصر تحصل على 15% من الارباح. رقم 4 يصدق السلطان العثماني على قرار عقد امتياز قناة السويس. ده كده عندي بالنسبة لامتياز قناة السويس. تعالى بقى كده انا خلصت سعيد. تعالى نتكلم عن مين بقى؟ تعالى نتكلم على الوحش اسماعيل. اسماعيل مسك البلد من 1863 لغاية 1879 وبعد كده هيجي ابنه توفيق. اسماعيل هنتكلم عن مميزاته وده ننهي بيه الجزء الاول من الدرس، وبعد كده نتكلم على المساوئ في جزء تاني عشان المساوئ دي كبيرة قوي. تعالى نتكلم على مميزات اسماعيل. اسماعيل انا عايز اقول لك على حاجة. ازهى الفترات بتاعت مصر كانت في عهد اسماعيل، واخطر الفترات كانت في عهد اسماعيل، لان اسماعيل عمل نهضة في مصر شبه نهضة محمد علي، بس للأسف عنده مساوئ كبيرة موجودة اللي هو التدخل الأجنبي. يبقى أول ما يجي في الامتحان يقول لك يعتبر عصر مين أزهى الفترات وأكثرها تقدما؟ إسماعيل. طب يعتبر عصر مين أخطر الفترات اللي تعرضت لها مصر؟ إسماعيل. طب ليه يا مستر أخطر الفترات؟ أقول له عشان هو أخطأ كتير. طب لما أخطأ أدت إلى سوء الأحوال المالية في مصر. يبقى بما تفسر بيجي في الامتحان ليه بيعتبر عصر الخديوي اسماعيل اخطر الفترات؟ اقول له بسبب الاخطاء التي ادت الى تدهور مصر المالي. بسبب الاخطاء التي ادت الى تدهور مصر المالي. بسبب الاخطاء التي ادت الى تدهور مصر المالي. تعال بقى نتكلم على المميزات وحلوه جدا وهتحفظها معايا بسهوله. بعد كده نبقى نخش بقى بعد كده على المساوئ. خلينا دلوقتي في الايه المميزات. في المميزات الزراعه والصناعه. هيعمل ايه في الزراعه؟ اعمل زي ما انا هعمل. وسع مساحة الأراضي الزراعية. حفر الترع زي ترعة الإبراهيمية. أنشأ القناطر. يلا اعمل تاني. يبقى في الزراعة عمل إيه؟ وسع مساحة الأراضي الزراعية. حفر الترع زي ترعة الإبراهيمية على اسم أبوه. وأنشأ القناطر. إيه ده؟ هو إسماعيل مش ابن محمد علي؟ لا، إسماعيل حفيد محمد علي. إسماعيل ابن إبراهيم. طب مين إبراهيم ده؟ إبراهيم ده اللي مسك بعد محمد علي ومسك فترة قليلة جدا وجي بعده عباس. يعني إبراهيم ده مسك بعد محمد علي بس قعد فترة قليلة جدا، شهور يعني. يبقى أول ما يجي يقول لك عندك في الامتحان هل نهضت الزراعة في عهد إسماعيل؟ يلا ركز معايا. زود
مساحة الأراضي الزراعية، حفر الترع زي ترعة الإبراهيمية، أنشأ القناطر على النيل. إيه ده شبه محمد علي بالظبط كده. ده بالنسبة في الزراعة. طب في الصناعة سهلة جدا، هسيبك أنت تقولها بالله عليك. واحد في الصناعة هيعمل إيه؟ أيوه هيعمل مصانع وهيفتح المصانع اللي اتقفلت. يبقى أعاد فتح الكثير من المصانع وعمل مصنع أقسم بالله مهمة، مصنع السكر في الوجه القبلي. واعمل كده، مصنع السكر في الوجه القبلي. يبقى اعاد فتح العديد من المصانع وعمل مصنع السكر في الوجه القبلي. يلا يا نجم مش هسيبك، هتقولهم معايا تاني. بالنسبه عندي للزراعه، زود مساحه الاراضي الزراعيه، حفر الترع، عمل القناطر. طب في الصناعة أعاد فتح المصانع وعمل مصنع السكر في الوجه القبلي. طب ده كده عندي بالنسبة لمين؟ بالنسبة لإسماعيل في الزراعة والصناعة. طب بالنسبة عندي في التعليم، أنت لوحدك هتبقى عارفها. تعليم يبقى فتح مدارس، عمل مدارس. طب بالنسبة للتعليم، أعاد فتح ديوان المدارس، بيجي في الامتحان. يبقى أعاد فتح ديوان المدارس. اللي قفلوا مين؟ أيوه اللي قفلوا سعيد، عشان سعيد قفل ديوان المدارس وشجع الأكانب على إقامة مدارس. ده عمل إيه بقى؟ راح فتح ديوان المدارس وعمل مدارس. وأول ما تسمع كلمة إسماعيل في التعليم ترد عليا تقول لي عمل 4 حاجات: دار جمعية مصلحة. يلا قول معايا: دار جمعية مصلحة، دار جمعية مصلحة. دار الكتاب او دار الكتب، دار الرصد. وعمل جمعية جغرافية، وعمل مصلحة الإحصاء والمساحة اللي بتقيس مساحة الأراضي. يبقى تاني، أول ما أجي أقول لك بالنسبة عندي لإسماعيل عمل إيه في التعليم؟ أعاد فتح ديوان المدارس وعمل العديد من المدارس. طب عمل ايه تاني؟ عمل 4 حاجات. يلا قولوا معايا: دار جمعية مصلحة، دار جمعية مصلحة، دار الكتب، دار الرصد، جمعية جغرافية، مصلحة إحصاء ومساحة. هتقولهم تاني. في التعليم، لا التعليم مين؟ تعالى من الأول. في الزراعة، زود مساحة الأراضي الزراعية، اعمل زي حفر الترع، أنشأ القناطر. طب بالنسبة عندي في الصناعة، أعاد فتح المصانع وعمل مصنع السكر في الوجه القبلي. طب بالنسبة عندي التعليم، أعاد فتح ديوان المدارس وعمل مدارس وأنشأ 4 حاجات: دار جمعية مصلحة، دار جمعية مصلحة، دار الكتب، دار الرصد، جمعية جغرافية، مصلحة الإحصاء والمساحة. طب بالنسبة للجيش، لا دي تافهة، دي ما فيهاش حاجة بالنسبة عندي للجيش. اشمعنى؟ الجيش هو اهتم بالجيش وتسليحه، يعني نظم الجيش وسلحه. يبقى نظم الجيش وتسليحه واهتم بالتعليم الحربي. ومش بتيجي في الامتحان كتير لانه زي محمد علي، يعني اهتم بتنظيم الجيش. يبقى اهتم بتنظيم الجيش وتسليحه. وعمل ايه تاني؟ قال لي اهتم بالتعليم الحربي. ده بالنسبه للجيش. يلا يا وحش بقى عشان تحفظ وتقول انا طالع حافظ. في الزراعه، اعمل بايدك: زود مساحه الارض الزراعيه، حفر الترع زي ترعه الابراهيميه، وعمل القناطر. يبقى لغايه دلوقتي انا عندي ترعتين: ترعه محموديه عملها محمد علي، ترعه الابراهيميه عملها اسماعيل. طيب بالنسبه عندي للصناعه، اعاد فتح المصانع، عمل مصنع السكر في الوجه القبلي. طب بالنسبة عندي للتعليم، أعاد فتح ديوان المدارس وأنشأ العديد من المدارس وعمل 4 حاجات: دار جمعية مصلحة. أول ما أقول لك تعليم، دار جمعية مصلحة، دار الكتب، دار الرصد، جمعية جغرافية، مصلحة الإحصاء والمساحة. طب في الجيش سهلة يا مستر: نظم الجيش وسلحه واهتم بالتعليم الحربي، نظم الجيش وسلحه واهتم بالتعليم الحربي. طب تعالى بقى عندي بالنسبة للعمران، بص بقى التفاهة. وانت رايح كده عند الدقي، بتلاقي هناك عندك كده في الجيزة، اللي راح الجيزة لو انتوا بتتفرج عليا من القاهرة او من اي حتة، لو رحت الجيزة هتبص تلاقي فيه دار اسمه دار الاوبرا. هتبص تمشي شوية هتلاقي فيه كوبري، خلاص كده عدي الكوبري ده وامشي شوية هتلاقي فيه قصر عابدين. احفظ بقى معايا. يبقى هنا دار الاوبرا، وادي الكوبري اللي بيعدي على النيل، وادي قصر عابدين. هو عمل ال3 حاجات دول، خليك فاكرهم بقى. يبقى عمل ايه؟ عمل دار الاوبرا وعمل الكباري وعمل قصر عابدين. يبقى عمل دار الاوبرا والكباري وقصر عابدين. ده بالنسبه للعمران، واظن انت كده افتكرتهم خلاص. دار الاوبرا، هنا في كوبري، هنا في قصر عابدين. هو عمل ال3. يبقى عمل ده. طب وسائل الاتصال، بص هقول لك على كلمه مش هتنساها. زمان كان وسائل الاتصال عندهم عن طريق حاجتين: يا اما التلغراف
يا اما البريد. هو عمل ايه؟ مد الخطوط التلغرافيه، بس هنا مش في القاهره واسكندريه والسويس، ده في جميع محافظات مصر. يبقى اللي مدها في القاهره واسكندريه والسويس سعيد، لكن اللي عملها في جميع محافظات مصر اسماعيل. وعمل مصلحه البريد وعمل لها مكاتب في القاهره والاسكندريه والاقاليم. لازم اقولها قوي؟ لا، عمل مصلحه البريد. يبقى اول ما اجي اقول لك وسائل الاتصال في عهد اسماعيل، استنى، هو الاتصال كان في عهد اسماعيل كان طريق ايه؟ فانت تقول لنفسك التلغراف والبريد. يبقى مد الخطوط التلغرافية في جميع محافظات مصر وعمل مصلحة البريد. طب ده وسائل الاتصال. طب بالنسبة بقى عندي للإصلاح النيابي، أقسم بالله مهمة. إصلاح نيابي جاية من كلمة مجلس النواب، وإن يبقى فيه ديمقراطية ويبقى فيه مجلس شعب والشعب يتعرض عليه كل حاجة، فبالتالي ده اسمه إصلاح نيابي. مش عايز أتوسع معاك قوي عشان ما لخبطكش وما يبقاش حمل عليك أكتر في موضوع الإصلاح النيابي، بس خليك فاكر إصلاح نيابي اللي هو مجلس النواب اللي هو بيحقق الديمقراطية، اللي هو إحنا هناخده بعد كده إن دي السلطة التشريعية. هنا عندنا تعالى بقى للإصلاح النيابي أو التطورات الدستورية. يعني هيبدأ يتحط دستور والبلد هتمشي بقوانين، بدل ما كان قبل كده ايام محمد علي ماشيه بحكم مطلق، مع ان هو كده كده حكم مطلق يعني يعمل اللي هو عايزه، بس عمل تطورات دستوريه او عمل اصلاح نيابي. فانا اول ما اقول لك شهد عصر اسماعيل العديد من التطورات الدستوريه او الاصلاح النيابي، فانت ترد عليا تقول لي اول 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 ها اول 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 ها اول. طبعا هي مش اول بس انا بقولها كده عشان تحفظها. عمل اول دستور عرفته مصر، عمل اول مجلس شورى النواب وهو ده اللي عمله، وده كان بداية المؤسسات النيابية في مصر. اول مرة يتعمل مؤسسة نيابية مجلس نواب. طب 3 عمل نظام الوزارة المسؤولة، دي وزارة مسؤولة عن كل حاجة. يبقى عمل كام حاجة افتكرها كده، لكن هي ما بتتكتبش كده. أول دستور عرفته مصر، عمل مجلس شورى النواب، عمل نظام الوزارة المسؤولة. يبقى عمل كام حاجة؟ 3. أول مجلس شورى النواب، مش أول مجلس، أنا بقولها أول عشان نحفظها، لكن هي ما بتتكتبش كده. أول دستور عرفته مصر، مجلس شورى النواب، عمل نظام الوزارة المسؤولة. طب تعالى بقى لآخر حاجة في مميزات إسماعيل، وهي التوسع الخارجي. إيه ده، هو توسع زي محمد علي؟ زي محمد علي توسع وبدأ ياخد حاجات دول. طب تعالى نشوف هيعمل إيه. قال لي بص بقى أقولها إزاي. إسماعيل أرسل حملات عسكرية للأقاليم الاستوائية عشان يمنع تجارة الرقيق اللي هي العبيد. يبقى إسماعيل أرسل حملات عسكرية للأقاليم الاستوائية في أفريقيا عشان يمنع تجارة الرقيق وعشان يسيطر على مياه النيل. استنى بقى، مين اكتشف منابع النيل؟ محمد علي. مين سيطر عليها؟ اسماعيل. يبقى بما تفسر ليه الخديوي اسماعيل ارسل حملات عسكريه للاقاليم الاستوائيه؟ علشان يمنع تجاره الرقيق وعشان يسيطر على مياه النيل. طب ايه النتيجه لما بعت زي محمد علي كده لما عمل حرب في السودان والشام؟ كانت ايه النتيجه؟ استنى، امتد النفوذ. انا سمعت الكلام ده قبل كده. ايه النتيجه المترتبه على حروب محمد علي في السودان؟ امتد النفوذ المصري للسودان. النتيجة المترتبة على حروب محمد علي في الشام؟ امتد النفوذ المصري للشام. النتيجة المترتبة على إرسال الخديوي إسماعيل حملات عسكرية أو حربية للأقاليم الاستوائية؟ امتد النفوذ المصري للبحر الأحمر بأكمله. يبقى ايه النتيجة المترتبة؟ تعال نقولها من الأول. يبقى إسماعيل بعت ايه؟ حملات عسكرية للأقاليم الاستوائية. ليه؟ لمنع تجارة الرقيق والسيطرة على مياه النيل. طب ايه النتيجة؟ امتد النفوذ المصري على ساحل البحر الأحمر بأكمله. يبقى ده بالنسبة عندي لمميزات عهد إسماعيل. نفسي أجيبها لك من الأول بس أنت هتزهق. بس كده بالنسبة لي أنا خلصت مميزات إسماعيل، خلصت مميزات وعيوب عباس، خلصت مميزات وعيوب سعيد، خلصت مميزات اسماعيل. ان شاء الله باذن الله اشوفك في الجزء الثاني عن ايه بقى؟ عيوب اسماعيل، ودي اللي كبيره شويه، واتمنى ان انت تذاكر الجزء الاول وتحفظه، واشوفك في الجزء الثاني. وما تنساش تنزل تشترك في القناه وتعمل لايك وتعمل كومنت بقى تشجعني كده وتحسسني ان انا بعمل حاجه. ان شاء الله باذن الله اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.